السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من مطبخي مطبخ هنا عمار. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة جميلة جدا جدا. يعني لو انتي أصلا بتحبي الفول بالطريقة دي هتدمنيه أكتر وأكتر، ولو ما بتحبيش الفول هتفكري ألف مرة وهتحبيه جدا جدا بسبب الطريقة الجميلة دي. الطريقة دي مش أول مرة أعملها، مش أول مرة تتعمل، يعني هي اتعملت على اليوتيوب. شيفات كتير عملوها وأنا جربتها وبطريقة تحفة جدا. أنا معايا كيلو من الفول المدمس وربع كيلو من حمص الشام. طبعا انا نقعاهم يعني من الصبح بالليل فتره طويله، بحيث ان هو ينفش كده ويشرب الميه ويساعد كمان في السوا بتاعه. معايا 150 جرام من العدس الاصفر، و150 جرام من الفول المدشوش، و150 جرام من القمح اللي احنا بنعمل منه البليله. طبعا كلهم مغسولين كويس، وبنضيف هنا في الحله معانا الفول على حمص الشام، على كل المكونات. معايا كمان 2 طماطم مبشوره، 2 جزره مبشوره، 2 ليمون نعصرهم ونحط القشر طبعا مغسولين كويس. وكمان هحط معلقه كبيره كركم، ومعلقه ونص من البابريكا، ومعلقتين من الزيت. قلبي كل المكونات دي وغطيهم بالميه المغليه وحطيهم على البوتاجاز. طبعا احنا هنا لما هنحط الغطا الحله يعني يفضل يكون عندك الغطا اللي فيه مكان للتهويه، انك انت تحطي الغطا كده يكون متهوي شويه، يعني في المكان اللي هو بيطلع البخار بتاع الحله. تمام. انا ما كانش مش عندي الحله دي، ولكن عندي غطا اصلا الايد بتاعته مخلوعه، فاستغليته طبعا هنا ان انا احطه على الحله بتاعتي ويطلع البخار. طب لو ما عندكيش خالص، هتميلي بس تخلي الغطا متميل كده على الحله، بحيث ان هو يطلع البخار بتاعه، عشان الفول ما يخرجش بره الحله ويطفي البوتاجاز والميه نفقدها. احنا عايزين الميه تبقى موجوده، تخرج بس في هيئه بخار. وكل ما هتقل هكون طبعا مجهزه ميه مغليه وهزود بيها الفول، وهقلب كده باستمرار زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنقلب، وهتكون المكونات طبعا لسه مش متجانسه قوي. كل ما هيستوي معانا وكل ما هنزود له الميه المغليه ويكمل السوا بتاعه. طبعا احنا هو يعني غلي، بعد ما يغلي كويس بنوطي عليه. تمام كده. هيكمل بقى السوا بتاعه، هتلاقي الفول يعني ما شاء الله، والله هتدعي عليه جدا جدا. انا جربته بجد، حاجه كده طعمها تحفه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين البخار اهو طالع من الخرم بتاع غطا الحله. تمام اهو، ده الفكره اللي انا قصدي عليها. ما عندكيش غطا فيه كده، ممكن تخلي الغطا بعيد على الحل. زي ما احنا شايفين لسه اهوت، لسه الحبيبات واضحه كده مش متجانسه قوي. هيستوي في بعضه جامد جدا. عايزه اقول لكم ان اللون الكركم اصلا، عارفين الفول اللي بنجيبه من بره اللي لونه مصفر الجميل ده؟ وطبعا كل الحاجات اللي احنا حاطينها كلها حاجات مفيده جدا. تقدري تعمليه بالكميه دي او بنص الكميه او بربع الكميه زي ما تحبي. انا بحب اعمله بكميه، وبشيله في اكياس في الفريزر، وبطلع الكيس قبل الاستخدام. طبعا مش قادره اقول لكم على جماله بجد، يعني الولاد هيحبوه قوي قوي. زي ما احنا شايفين كده بنقلب لحد ما يستوي، وتأكدي كده ان هو استوى وتجانس مع بعضه كويس جدا. زي ما انتوا كده شايفين لسه طبعا هو في التسوية. هنا بقى انا كنت خلاص يعني طفيت عليه، هو استوى. بصوا بقى كده، انا عايزه اوريكم بس الايه اللون بتاعه قد ايه هو مستوي وتحفه جدا. والفول بقى عامل زي الزبده، جميل قوي، طعمه تحفه. كل المكونات المحطوطه دي بتخلي طعمه خطير. حتى الزيت اللي حطيناه احنا حطيناه اثناء التسويه بيساعد على تلميعه، بيبقى حاجه كده اخر جمال. جربوه مش هتندموا ابدا ابدا. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بقى كده الفولية، بصوا زي الزبدة ازاي، تحفة ما شاء الله بجد جميل. شايفين كده بقى بعد ما حطيناه في الطبق كده وعملناه بالزيت والليمون، اخر جمال.